أبناؤنا في الخارج مش مقصورة بس كخدمة مقدمة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية المصرية لأبنائنا بالخارج لمد جسور التواصل بينها وبين الأجيال اللي عايشة بالخارج، ولكن هي بتقدم لأبنائنا من الجاليات العربية، سوريا، السعودية، السودان، آسيا، كازاخستان، أوزبكستان، أي دولة تحب إنها تكون بتتعلم طبقا للمنهج المصري، بنقول لها أهلا بيكم من خلال أبناؤنا في الخارج. وانا عايزه اقول حاجه قبل ما ابدا نتكلم على التعليم على منصه ابناؤنا في الخارج. عايزه اتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي وزير التربيه والتعليم بجمهوريه مصر العربيه وكامل طاقم العمل اللي شغال على برنامج ابناؤنا في الخارج. حقيقه مجموعه عمل وفريق عمل لا يكل ولا يمل من دعم ابناؤنا، هم فعلا حقيقي كتيبه وجسر تواصل بين مصر وابناؤنا في الخارج. كل الشكر والتقدير ليهم. وفي الحقيقة من إنجازات منصة أبناؤنا في الخارج تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين، الفصل الأول في يناير والفصل الثاني هيكون في مايو، بالإضافة إلى طبعا الدور الثاني لأبنائنا في الخارج اللي لم يحالفهم النجاح في الفصل الدراسي الأول. ايه الاهميه دوت في ايه؟ اهميه دوت ده كان مطلب رئيسي اثناء عملي في المكتب الثقافي المصري بالدوحه او كازاخستان، لان دوت بيخلي الولاد اكثر التزاما واكثر ارتباطا اسوه بزملائهم في جمهوريه مصر العربيه. وده حقيقه بنوجه كل الشكر والتقدير لوزاره التربيه والتعليم على تلبيه رغبات اولياء الامور وابنائنا بالخارج. اما بقى الانجاز الحقيقي التاني واللي بنعتبره احنا انجاز هام جدا هو ان يكون امتحانات اونلاين، لان انا واجهت ولمست ذلك مع العديد من اولياء الامور، لان ده كان بيؤدي الى ان الطلبه لما بيكون امتحان في مقر السفاره او في لجان محدده بتحددها السفاره او المكتب الثقافي، بيضطر اولياء الامور ينتقلوا وحجز اوتيلات وفنادق وحجز تذاكر طيران عشان يكونوا في مقر الامتحان الرئيسي. وبالتالي تحويل الامتحانات الى اونلاين هي خدمه حقيقيه قدمتها وزاره التربيه والتعليم الى ابنائنا في الخارج، وكل الشكر والتقدير على دعم الوزاره لابنائنا في الخارج وعلى مد جسر التواصل التعليمي بين الوطن وابنائنا بالخارج. وطبعا لازم نفكر حضراتكم بالاجراءات او بالاوراق المطلوبه مننا قبل ما نسجل اولادنا في ابنائنا في الخارج، اللي هي قبل ما اخرج من ارض الوطن بتوجه الى مدرسه الطالب، باخد اخر شهاده حصل عليها بوثقها من الاداره التعليميه التابعه للمدرسه، ثم بوثقها من خلال مكاتب التوثيق الخاصه بوزاره الخارجيه المصريه اللي اشهرها احمد عرابي والميريلاند. ولكن هنكون برضو خدمه من ايدي شو، هنوصلكم بكل المكاتب بارقام تليفوناتهم بازاي تتواصل معاهم، بازاي تاخدوا تفاصيل عن مواعيد العمل واوقات العمل الرسميه الخاصه بيها. وطبعا هو بيقدم التعليم متنوع، منه التعليم العام عربي ولغات والتعليم الازهري، وهو اصلا قائم على التسجيل من خلال الاونلاين، وبيكون الولاد بتوعنا في المراحل من اولى ابتدائي الى ثانيه ثانوي، وما يخص الثانويه العامه او الثانويه الازهريه فبتعقد في جمهوريه مصر العربيه. اول حاجه مواعيد التسجيل، وكم مره في السنه، وبتفتح مرتين في السنه، دايما في شهر سبتمبر ودايما في شهر يناير. بعد ما سجلنا وبقينا مسجلين طبقا لقواعد البيانات الخاصه بوزاره التربيه والتعليم في برنامج ابناؤنا في الخارج، سواء ما يخص وزاره التربيه والتعليم او ما يخص الازهر الشريف، فاصبحنا مسجلين في هذه الخدمه. هنخش على النقطه اللي بعد كده. المنصه بتقدم المناهج اونلاين، بتقدم شرح لكل المناهج والمقررات، وبتجهز الاولاد وبتعدهم لدخول الامتحان، سواء امتحان الترم الاول او امتحان الترم الثاني. هنعمل ايه بعد كده؟ هنخش على الامتحان، وهنلاقي عندنا الامتحان اونلاين، وبعد ما بقدم على الامتحان اونلاين بتظهر النتيجه. في بعض الشر بعض من ولادنا ما بيسيبهمش الحظ ان هم ينجحوا من اول مره، فبيبقى عندهم امتحانات الدور الثاني، وبرده بيعلن على الويب سايت الخاص او منصه ابناؤنا في الخارج بيعلن عليها امتحانات الدور الثاني. يخش ولادنا امتحانات الدور الثاني وتظهر النتيجه،
ان شاء الله اولادنا كلهم بينجحوا، اللي ما حالفهمش الحظ في الدور الاول، وبينتقلوا من عام دراسي لعام دراسي تاني. بتستمر هذه القاره من اولى ابتدائي الى تانية ثانوي. بعد كده بيعودوا ابنائنا طلابنا وحبايبنا قدامهم اقتراحين، يا اما بيرجعوا لارض الوطن يكملوا الثانويه العامه او الثانويه الازهريه، او ان هم بيكملوا في الدوله اللي موجوده، طبقا ان هم بيعودوا بعد كده الى شهاده المعادله اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقه. بسيطه جدا، بروح اتقدم في السفاره او في المكتب الثقافي واقول لهم ان انا كان عندي عذر ان انا جيت متاخره لدوله المقر اللي انا هبقى مقيمه فيها مع اولادي، وكمان بتبقى في الوقت ده صلاحيه السفير او صلاحيه الملحق الثقافي استلام الاوراق وتنسيق وتوثيق ذلك من خلال ابنائنا في الخارج. هنضيف لدوت ايه كمان؟ هنضيف لدوت ان ايدي شو هيقدم لابنائنا في الخارج متابعه شهريه، وهنقدم لكم كمان الكتب الخارجيه الخاصه بالمناهج المصريه اونلاين اهداء من برنامج ايدي شو لكل ابنائنا بالخارج. اتمنى لكل اولادنا النجاح والتفوق، واتمنى دايما ان تكون مصر في قلب كل ابنائنا بالخارج. دمتم موهوبين ودمتم ناجحين.